ده عبد الناصر زيدان هدف الاهلي امام الالومنيوم غير صحيح. تعال نسمعه كده بيقول ايه وبعدين نرجع نرد عليه. والالومنيوم اللي عمل ماتش رفع بيه من اسم الغلابه في الدرجه الثانيه الهدف اللي جه فيه في الاساس رمي التماس للالومنيوم. والله يعني لا خير فينا ان لم نقول الحق. احنا في خلاف قبل الهوا وخناقه لغايه ما جابوا اللعبه وقالوا لي انت صح يا جماعه. رامي ربيعه استقبل الكره غلط، الولد بتاع الالومنيوم ضغط عليها، رامي حضن الكره طلعت منه رمي التماس. حمل الرايه عينه في عين رامي ربيعه، راح حسب رمي التماس لمين؟ للاهلي اللي هو مطلع رميه التماس. رميه التماس جا منها الهدف. يعني مع كامل الاحترام الاهلي ان شاء الله يفوز 50-0، بس انا هنا مش الغلابه لو ما لقوش اللي يدافع عنهم هنا هيدافع عنهم. هدف الاهلي من وجهه نظري اساس اللعبه رمي التماس وهدف غير شرعي. في حد قال لي ده في لمسه يد للاهلي قبل الاوت، طب ما حسبهاش للحكم. اخر اللقاءات اهو كريم حلمي بيتفرج عليها كل الناس محدش شافها. كل جيت الاستوديو هنا كله قاعد قال لي يا راجل، كله قاعد يبص عليها. انا بقول لك لله هي رمي التماس اصلا للالومنيوم. طب الصحابه انا عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتشهره في كل مكان لان في كلمتين مهمين جدا عايز اقولهم لعبد الناصر زيدان، وان هو بيقول لك ان هو بيدافع عن الفرق الغلابه اللي هي في الدرجه الثانيه. مفيش اي مشكله. هل يا عم اسلام الكره فعلا رمي التماس على رامي ربيعه؟ الكره رمي التماس على رامي ربيعه والمساعد واقف قدامه وشايفها ومفيش اي مشكله. بس الكره دي كانت امتى؟ كانت قبل تسجيل الهدف بحوالي دقيقه و20 ثانية. يعني الكرة اتلعبت وراحت هجمة ورجعت تاني وراحت هجمة واتشتت اكتر من مرة يعني اللعب استمر اكتر من حوالي دقيقة وشوية. لكن انت هنا يا كابتن عبد الناصر دلوقتي بتقول انك بتدافع عن الفرق الدرجة التانية اللي هم الفرق الغلابة اللي انت اصلا كنت بتتكلم عن اخبارهم وبتتكلم عن كل حاجة عنهم. مفيش اي مشكلة. طب هنا ما دافعتش ليه عن بروكسي امام الزمالك في الظلم التحكيمي والحاجات اللي حصلت في المباراة وانت ما دفعتش عنها وما سمعناش صوتك؟ بس انا عارف الهدف من اللي انت بتقوله. الهدف اللي انت بتقوله النكش. شفت اللي بيقول لك ايه؟ الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش. اهو كده النكش عشان خاطر نجيب ترند، عشان خاطر نجيب مشاهدات، عشان خاطر الناس كلها ما خدتش بالها منها. انا بس اللي خدت بالي منها والناس كلها شوف اهو بيتفرجوا عليها اهو ما خدوش بالهم من الكوره. لكن انا اللي خدت بالي من الكوره. وانا بص هنا بقى ايه، انا اعلامي يعني ايه، عندي نظره من اللي ملهاش وبنتكلم بالحق. لكن احنا عارفين ان هي يعني تمثيليه من اللي انتوا بتعملوها كل مره ما بينك انت وهزاز الرؤوس، اللي احنا عارفين ان انت بقيت بتجيب عندك هزاز الرؤوس في القناه ليه وعشان ايه، والناس كلها بقت فاهمه. يا كابتن عبد الناصر خلاص السوشيال ميديا كشف الناس كلها وكشف وكل الناس بقت عارفه الحقيقه فين واللي بيتكلم بالحق فين واللي بيتكلم بالمنطق فين واللي ماشي في اتجاه واحد فين. خلاص زمن اللي انت كنت قاعد قدام التلفزيون وبتتكلم بمزاجك وبتوجه الناس كلها بمزاجك انتهى. ما عادش في الكلام ده. كل واحد دلوقتي معاه موبايله يقدر يطلع يعمل فيديو ويتكلم ويقول اللي هو شايفه بعينه والناس عارفه هي بتتوجه فين وبتروح فين. اتمنى الناس تكون فهمت الموضوع وعرفت هو بيتكلم ازاي وبيوجه الرأي العام ازاي عشان يقدر يجيب له يعني 200,000 مشاهدة 150,000 مشاهدة. هما بيفرحوا بالكلام ده وبيفرحوا باللايكات وبيفرحوا بإثارة المغالطة. ان انا مثلا بغلطك انا كاهلاوي هطلع غلطك بقى واقول لك لا دي ازاي دي جون، لا دي مش رمي التماس، دي مش. انا بقول لك يا كرة رمي التماس بس بعد ما الكرة اتلعبت بحوالي اكتر من دقيقة ونص. عايز انت تلغي الهدف بعد من دقيقة ونص ومن نص ملعب النادي الاهلي. اي نعم هو خطأ تحكيمي وبتحصل بس دي مش بتاعتنا احنا كنادي اهلي، دي بتاعت الحكام هم اللي بيغلطوا. شكرا لكل الناس.